بقي في الكلام سوى القول بأن العمل الكشفي والعمل التطوعي في مكة المكرمة قديم قدم التاريخ وقدم الرسالة النبوية السامية التي انبعثت من هذه الأرض قبل 2500 سنة، توارثها الآباء ثم الأبناء ثم الأحفاد. وكم يسر الخاطر وكم يسعد القلب بأن يرى الآباء أبنائهم وهم يتسابقون في عمل الخير وتقديم الخدمات الإنسانية والمجتمعية والاجتماعية لمن يعرفون ومن لا يعرفون، القادمين إليهم من كل حدب وصوب، من كل أرض، بلغات مختلفة وثقافات مختلفة وطبائع مختلفة، يقابلون ذلك بالابتسامة ويعملون على تقديم الخدمات بكل حب وبكل يسر، يعني مبتغين من في ذلك رضا الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ثم بعد ذلك يعودون إلى ديارهم وإلى آبائهم وأمهاتهم مرتاحين في نفوسهم، طيبين الخاطر، متطلعين لعمل جديد. ولعلهم من حسن حظهم أن كشافة مكة المكرمة كما تفضل الأساتذة من قبل أن هؤلاء لهم الشرف في العمل التطوعي على مدار العام، وفود تأتي ووفود ترحل ووفود تحل ووفود تستضاف، فهذا العمل لا يحظى به ولا يتشرف به أي كشاف في أي بقعة من الدنيا سواء أبناء مكة المكرمة وطيبة الطيبة. فباسم الآباء أحييكم جميعا، وباسم الآباء أيضا نقدم لكم الشكر والامتنان على حضوركم لهذه الأمسية، على دعمكم لهؤلاء الفتيان الذين تخلوا عن رغباتهم الشخصية، عن هواياتهم، عن ملذات الشباب، واتجهوا لتقديم عمل إنساني بحت. فباسمهم وباسم آبائهم وأمهاتهم الماجدات نقول لكم شكرا، ونقول لكم أهلا وسهلا، حللتم أهلا وقدمتم سهلا. شكرا لكم جميعا. وبالمناسبة إذا كان الأستاذ حمود تعرف على المهندس هنا، فأنا الآن أستذكر أو أذكر الدكتور أحمد معرفتنا من عام لا يقل عن 30 سنة مع عبد المحسن الدوسري وعبد الله إبراهيم في الرياض. صح، جمعتنا دورات الخليج والبطولات العالمية. حياك الله. هذه كانت كلمة الأستاذ عبد الله الحرازي. هذه الكلمة الحلوة. الله يطلع وجهه، جزاه الله خير.